الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يتم تسييرها من خلال الكلمة الأولية للرئيسة. نعم، نطمح جميعا أننا سنغير الصفحة وسنبدأ صفحة جديدة، وهذا ما نتمناه. لقد مرت 3 سنوات رجال. مرحبا باشا، كنتمنى ان شاء الله يفوز معنا واحد الأوقات في احسن الظروف. عليكم جميعا كل واحد في مكانه ومنصبه. اليوم انا كنسمع السيده الرئيسه كتقول النائبه، يعني حنا كنا مغيبين وعاود ملي دخلنا القاعه كتقول مرحبا. اذا هذه صفات فيها الترحيب وفيها التمجيد. كان على السيده الرئيسه انها تبقى معنا اول ما دخلت اول مره. المهم كاين عده خروقات، ربما حنا غادي قال السيس بنطي والاخوان قالوا ما فيه بالكفايه وقالوا الملخص اللي قال. اليوم حنا مستدعين على دراسه تصويت على مشروع حسابات النفقات. انا كنشوف السيده الرئيسه مع يعني انا كشخص يعني كنزه لا اتكلم معها، ولكن الانسان لما تيجي كرسي المسؤوليه وتيصبح مسؤول يدير المسؤوليه ديالو وكيصبح عنده القرار، فهو توجه الخطابات وتوجه له الانظار وتوجه له الانتقادات. يعطي علينا 3 سنوات ولينا كندخلوا ونخرجوا بحال هذاك اللي كيبيع كيطلب الخبز كاروت. السيد الباشا المحترم، مرحبا بك في هذه مقاطعة اليوم. نتمنى للسيد الباشا ونقولوا الله يجوز تلبيسه على خير في الطريق الذي اختاره لنفسه، ونتمنى أن نشكل مجموعة من أجل تسليط الضوء على حقيقة مجلس مقاطعتنا. مرحبا بك مرة ثانية يا سيدي الباشا. مرت الآن 3 سنوات على تجربة التسيير والتدبير داخل مقاطعة ستيبريو، وما عرفته من تجارب وحوار ومراسلات وشكايات، وذلك وفق ما يجري ومتعارف عليه من الأخلاقيات ومن الأعراف ومن الوقار. لكن اليوم وبعد 3 سنوات عرفتها هذه السنوات من تجاذب وحوار ومراسلات وشكايات عبارة عن كلمات غادرت معانيها. فهمتي؟ خلينا ساكتين. خلينا ساكتين يا سيدي. وتقول لنا دكتور هذا ما عندي شافوا كالصبيط يديروا لي البنت. انا راه ما دير لي حتى بنت. راه ما عنديش لي كوموند، انا راه كنمارس الاختصاصات ديالي. هذه ها هو من يحكموني. الله وطن الملك والقانون. ماشي من غير حتى نقطه ما تمنى هذا باقي حتى الموضوع ما تحلش. يعني حنا دابا حنا التحقنا ويمكن اللقاء اللي وقع اليوم في الدوره هذا هو تيبشر بالخير. هذا هو الاساس، بان الحمد لله الاغلبيه وصلت والتحقت وكان النصاب كثير يعني، والانسان خصو يعبر على اشنو وقع. وبصراحه انا تنطلب من جميع المستشارين يلتحقوا وياخذوا الكلمه ويعبروا على اشنو خصهم يديروا باش تكون الامور واضحه. اما ما بقينا رجع اللور يعني تنخليو الفراغ يعني بلا ما نعطيو واحد الاشاره اللي تكون ايجابيه، راه هذا ماشي من المستحيل. انا كنت عندي رغبه، راك لاحظت الغرض ديال من نفسي عادي، لا لاحظتي شويه التشنج والغوات. انا من الطبيعه ديالي ما تنبغيش يعني الدوره تكون بهذه الطريقه هذه. انا كنت غندخل كنت نقول يعني كان عندي واحد الطلب باش نرفعوا هذه الدوره ونرجعوا هذه النقطه اللي تنهضروا عليها، نرجعوها للمكتب ونناقشوها
وديك الساعه عاد باش نعطوها للجنه ونطرحوها للدوره على العموم، وديك الساعه يكون فيها نقاش كبير وكل شيء يدخل وكل شيء الحق يكون عنده الكلمه. دابا السؤال اللي طرحتي هو فيه 50-50 باش نكونوا واضحين. سي نورمال كانت المعارضه، وهذيك المعارضه تطالب بالحقوق ديالها بان كانت مقسيه، كانت هذه واعتذار. من الجهه الاخرى تما تيهضروا الكلام ديالهم واش هو حقيقي ولا كذوب ولا هذا. باش نكونوا صريحين، راه هادشي كلشي شكون اللي خاسر هو المواطن. باش نكونوا زعما في الواقع، في الامر الواقع. واش حنا علاش جينا هذا المقاطعه؟ اشنو جينا هذا المقاطعه؟ علاش جينا باش نحاولوا نحافظوا على اموال المواطنين. ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الاعجاب باش يوصلكم جديد فلاش راديو. فلاش راديو، عينكم التي لا تنام.